السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا في نعمة، ويا رب تكونوا في احسن حال، يا رب تكونوا في شلال حسنات، يا رب تكونوا دايما على طاعة الله. في موقف كده استحضرني. بصوا، عامة انا مش بطلع فيديو، مش بشغل الفيديو بتاعي وبطلع اتكلم معاكم الا لما بتخطر حاجة في دماغي، يعني بتخطر فكرة كده معينة في دماغي. تمام. الفكرة اللي خطرت في دماغي، قريت كده قصة بتقول ايه. تخيل كده، هي مش قصة، هي مقولة. تخيل كده وانت داخلة الجنة، تمام، ولقيت الملائكة بتقولك، بتنادي عليك وتقولك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فكرت كده وقعدت كده مع نفسي، قلت ليه بما صبرتم؟ يعني ليه مش بما صليتم، او بما عبدتم الله، او بما صمتم، او بما قمتم الليل؟ ليه؟ بعد قراءة كبيرة عرفت ان الصبر هي من اعظم النعم اللي احنا ممكن نتقرب بيها من ربنا. طبعا لانها تشتمل على حاجات كتير، منها الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، منها الصبر على الدراسة، الصبر على الرزق، الصبر على الولاد، الصبر على الزوج، الصبر على اذى من حد معين ما ينفعش ان احنا نرد عليه، ما ينفع كده الحاجات دي. تمام. عرفت ان دي زي ما قلت لكم من اعظم النعم اللي احنا ممكن نتقرب بيها من الله. هو انا الحقيقة بقيت بفرح لما حاجة تحصل لي. تمام. مش دايما حاجة وحشة لا قدر الله، او يعني قصدي اني انا لما بلاقي نفسي قدام اختيار شديد بعرف ان ده اختبار من رب العالمين لصبري، وبفرح جدا. ليه؟ لان انا بقول ايه، يا الله انا اخترتني من بين كل الناس، يعنيك شايفني، يعنيك عالم بيا. تمام. كمان عرفت حاجة، ان اللي بيصبر، اللي عنده صبر، بيبقى عارف قد ايه هو، يعني اللي بيحصل له حاجة ده بيبقى قريب جدا 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 من ربنا. تمام. ليه؟ اللي بيصبر صح زي ما الدين قال، ده اللي بيبقى عارف اللي هو اي حاجة يا رب عملتها لي انا عارفه ان ده احسن اختيار ليا، فبطمن بقى، فانا مطمئنه كده كده امر الله نافذ. يعني انا كلامي مش بس في الابتلاءات الكبيره اللي هي المصايب، انا بتكلم في اي حاجه. انا راضيه يا رب بكل حاجه. يعني لا قدر الله ابنك طلع مثلا بيكذب، تمام، فانتي لازم تصبري، لازم 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 تصبري، ولازم تشدي الصبر على نفسك، تهذبي نفسك قبل ما تهذبيه. تمام. لاني ربنا مش هيسيبك ما دام ربنا ادالك الطريق ان انت تعرفي. انا بقول لكم مثال ربنا يا رب يبعد الكذب عن عيالنا وعننا ويجعلهم دايما صالحين. انا بقول لكم مثال لكل حاجه حوالينا. تمام. ما دام ربنا يسر ليك الامر ان انت تعرفي ان في حاجه زي كده، تمام، اذا ان هنا ربنا بيقولك انا اديتك الابتلاء ده ومستني منك الصبر في الكبير وفي الصغير. عشان كده الصبر ده حاجه صعبه، مش اي حد يعملها والله. يعني ممكن اقولك ايه، اطلع فيديو، افتح الكاميرا واقولك اصبري، ده الصبر حاجه حلوه قوي. تمام. بس انا عارفه ان الصبر صعب ومش اي حد يقدر عليه. تمام. فانا عشان كده لما قريت كلمه السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ياه، ده حاجه كبيره قوي، ده حاجه مش سهله. الصبر ده مش سهل. وهنا انا بخاطب اي واحده جوزها
يعمل معاها مشاكل، او اي واحده حماتها تضايقها، او اي واحده سلايفها متضايقه ومنغصه عليها حياتها ومنغصه عليها عيشتها اصبري اصبري. انا مره سمعت دكتور هالة سمير في محاضره بتقول عليكي انك انتي ترضي زوجك زي ما ربك قال. تمام؟ طب وان مرضيش؟ يا هلا، يا هلا بالجنه، يا هلا من ابواب رحمه الله المفتوحه. لو انت صبرتي ما تتخيليش الخير بقى اللي هيجيلك. ماشي؟ عشان كده في اي ابتلاء افتكري ان الصبر اعظم عبادة لله، ومادام ربنا اختارك انتي عشان يديكي الابتلاء ده، فربنا قد ايه عارف انتي قلبك بيحبه ويعني حاضر يا رب، حاضر في كل حاجة، حاضر في الصعب وحاضر في السهل، حاضر في الخير حاضر في الشر، كل حاجة عليها يا رب حاضر. انت لو صبرتي بمعنى بتلخصي كلمة انا يا رب عارفة ان كل حاجة منك خير، وده احسن الاختيارات ليه، فانا مطمنة، انا صبرة مطمنة، جه منك وعليك الحل، والحمد لله وعلي الحمد والشكر. عشان كده اصبري لو حد غزلك، اصبري لو اتصدمتي، اصبري على الخير. كل حاجة في حياتنا على فكرة محتاجة الصبر، بس احنا مش واخدين بالنا من الحتة دي. عشان كده انا كنت عايزة اتكلم معاكم في الحتة دي بس بعمق شويتين 3. انا ببص كده في الحياة، لا كل حاجة محتاجة الصبر. الولاد محتاجة صبر، الزوج محتاج صبر، الحما محتاجة صبر، الام والاب محتاجين صبر. وللأسف هنا الصبر برضو مش مكتوب بالمعنى الحرفي اللي اي حد هيلمحه، لا هو عايز تفكير، هو عايز تفكير. احنا كل حاجة بنجازى عليها، كل حاجة بنجازى عليها خيرا ام شرا، بس في الاصل ادي كده تفكير 5 دقايق، في الاصل كده هتعرف ان اي حاجة بنجازى عليها هي في الاخر يعني احنا بنجازى على الصبر مش على الحاجة نفسها. احنا كل حاجة ملخصة في الصبر بس. فاهمين؟ اي واحدة تتخدع في صاحبتها اصبري. اي واحدة ادى صوابعها 10 شمعة لجوزها وهو مش موافق، ولا هو ضايقها ولا اتخانق معاها ولا ملبلهاش، اصبري. كمان اصبري على عشمك في ناس، واكتشفتي في الاخر ان ده طلع يعني حاجة كدابة. اصبري، لان الصبر ده اجره كبير عند ربنا. عشان كده ربنا قال ايه؟ وبشر الصابرين. ربنا بشرنا او بشر الصابرين في كتابه. وهنا عادة ما ان احنا نلاقي كلمة الصبر دي مقترنة، يعني بتيجي على طول مع المحن والشدائد والبلاء. عشان كده ربنا هنا بيقول ايه؟ ان الصبر على الطاعة اعظم من الصبر على البلاء. بقى ده هنا في نوعين للصبر، مش الصبر على المحن والشدائد بس، مع ان برضو الصبر على المحن والشدائد دي ليها اجر عظيم عظيم عظيم، بس كمان في نوع تاني احنا ممكن نبقى متغافلين عنه شوية، وهو ايه؟ الصبر على الطاعة. يعني ايه الصبر على الطاعة؟ يعني واحدة تيجي تقولك انا بدعي ربنا ليا 3 سنين وربنا مش مستجيب لي، تبص تلاقيها زهقت، تبص تلاقيها تعبت، تبص تلاقيها لا ربنا مش مستجيب لي. طب ليه ربنا مش مستجيب لي؟ هو انا وحشة؟ هو انا مش عارفة ايه؟ يبدأ بقى الشيطان يدخل لها من الناحية دي، وطبعا عشان هي من جواها ضعفت فبتستسلم. تمام؟ واحدة مثلا قالت انا كل يوم هصلي على النبي 100 مرة. تمام؟ جه الوقت زنقها، نامت وما قالتش يصلي على النبي 100 مرة، وادت عذر لنفسها
ان الوقت مش مكفيني، فما صبرتش، ما كفحتش، ما جاتش على نفسها. فالصبر على الطاعة اعظم من الصبر على البلاء. وكمان في حتة تاني، طبعا احنا عارفين ان في كتير من الشهوات. تخيلي راجل على يمينه مسجد وعلى شماله شهوات ومعاصي، هو دخل يمين على المسجد. هنا المعنى الحرفي للصبر على الطاعة. ده منزلته ايه عند ربنا؟ ان ساب الشهوات ودخل الجنة. الصبر هو اللي هينولنا كل حاجة. عشان كده انا بطبطب على قلب كل واحدة زعلانة، سواء في فراق حبايب، سواء في خناقة بينها وبين جوزها، سواء في خناقة بينها وبين اهلها، سواء في خناقة بينها وبين سلايفها او حماتها. اصبري ودايما خليكي تحلي بالصبر. دايما خليكي صبورة دايما. الدنيا مليانة ابتلاءات، وحطي دايما في دماغك ان احنا عرفنا ان اعظم عبادة بنتقرب بيها الى الله هي الصبر، وان الصبر على الطاعة اكبر من الصبر على البلاء وعلى الشدائد. مع اني الصبر يعني انا بشوف ان المحن او الشدائد صعبة جدا، خاصة مثلا في فراق الاحباب تبقى صعبة جدا جدا جدا. يعني انا لما يبقى ليا اي صديقة وحصل عندها ظرف قوي، يعني مثلا موت زوج، موت حد كده قريب منها خالص، موت ابن، موت كده، اول حاجه بحب اروح اول ما بسمع على طول. ما بقولش لا ده انا هعزي بالليل مثلا، مش عارفه ليه، لان انا بحس اني لما بتنزل الصعقه على الانسان، فطبعا ناس كتير جدا بتبقى غصب عنها مش قادره، يعني المحنه شديده والصدمه شديده. لا انا ببقى بجري لها بسرعه. اول حاجه باجي جنب ودنها اقول لها امر الله نافذ، فتكتبي من الحامدين. كده نافذ، هو نازل اتكتبي من الحامدين. اغتنمي الفرصة، لاني في صبرك طبطبة كبيرة من ربنا. بحب اقعد جنبها كده، واقعد اقول لها في ودنها اصبري واحتسبي، امر الله نافذ. والله يحب يشوف حمدك في الوهلة الاولى من المصيبة. فالصبر جميل، ما بتصبريش كده، لا انت بتتجازي خير كبير. خليها عادة عندك زي ما خليها عندي ان احنا نعود نفسنا على الصبر. رمضان جاي والايام الحلوة احنا فيها، موسم الرحمات. عودي نفسك على الصبر، مش من اول يوم وتاني يوم تقولي لا ده انا مش قادرة، انا عندي فطور، لا ده انا الوقت مش جاي، انا عايزة ادخل اعمل فطار، وتعملي بقى محاشي وتقعدي بقى في المطبخ 3-4 ساعات وتضيعي الاوقات دي. لا، اصبري لغايه 30 يوم. ما اسمعش حد يقول عندي فطور، ده يبقى هم 30 يوم، هم 30. مفيش وقت متحمل ان انت يبقى عندك فطور. عامه ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده تاني، بس دلوقتي خلينا في موضوع الصبر. خليها عاده عندك، اصبري. ولو تعرفي حد وقع عنده بلاء او شده، اجري عليه وقوليله، فكريه قولي اصبر خليك قوي، امر الله نافذ. والحامدون بيبقوا من الوهله الاولى. اصبر واحتسب. كررها لي كتير. ربنا يجعلنا في عون بعض يا رب ربنا يجعلنا دايما في عون بعض. وبس هو ده اللي كنت عايزه اقوله لكم. وهقول لك تاني، عودي نفسك على الصبر في كل حاجه. حتى لما تيجي تزعقي لابنك او بنتك، او تقول لهم كده غلط، او تعملي معاهم الواجبات، أو زي ما بنشوف في شباشب بتطير وحاجات عايزين لا، اصبري. قولي لنفسك كده بينك وبين نفسك من جوه، خليك قوي. اصبري. اعظم عباده نتقرب بيها الى الله هي الصبر. بس وربنا يا رب يجعلنا نافعين لبعض، ويجعل يا رب دايما العادات اللي احنا بنتفق عليها مع بعض في قلبنا، وربنا ينفعنا فيها يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.